يا سلام على زلابية البنان معسلة للقلب. ان شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا في مطبخ أميرة الشرق. وصفتنا تاع نهار اليوم زلابية البنان، وصفة سهلة تقدروا ديروها كمشروع وتطيح كمية كبيرة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها باه تنجحوا فيها. ما عليكم ما تشوفوا الفيديو للأخير وما تبخلوش عليا بجمال لا فيديو ورايكم في الكومنتير وبارطاجيوها مع كامل حبابكم باه يستفادوا. وبلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا كيف المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. واش نحتاجو في الوصفة تاعنا؟ نجيبو كسرونة، نحتاجو 3 كيسين ماء، يعني سعة الكيس اللي استعملته هو 220 مليلتر، يعني الماء عادي. دونك نحطوه على النار ونخليه يغلي. شوفوا راني حطيته على النار، نخليه حتى يغلي ونولي ليه. دونك البنات رايحه نكيل الفرينه اللي نحتاجها. انا هنا البنات رايحه نكيلها بالكيس، بهت اللي ما عندهاش الميزان رايحه دير بالكيس. يعني هذا الكيس الاول ونزيد الكيس الثاني، راني ديت 2 كيسان. شوفوا 2 كيسان تحصلت على 274 غرام. نزيد الكيس الثالث هنا 413. نزيدو ضيفوا نصف كيس اخر. يعني واش احتاجنا 3 كيسان ونص، هنا 475. نزيد المغرفه الثانيه الاولى عفوا، ونزيد المغرفه الثانيه. يعني ضيفوا 2 مغارف كبار من الفرينه يكونوا في بومبي. هنا البنات راهي 500 غرام، يعني البنات ديروا 4 كيسان من الكيس تاع 220 مليلتر، راكم تتحصلوا على 500 غرام. حبيت نكيلها لكم بالكيس يعني بيت تحصلوا 500 غرام فرينه، يعني كون ديروا 4 كيسان فرينه هي 500 غرام. واش نحتاج فيها؟ نحتاج ملعقه صغيره، يعني نصف ملعقه صغيره من الملح. شوفوا الماء تاعي كي حطيته على النار راهو بدا يغلي. كي يغلي رايحين نضيفوا كيس الا اسبوع من الزيت، راح نضيفه مع الماء اللي خليته يغلي، ومن بعد نطفي النار. هنا البنات مباشره يعني كي تضيفوا الزيت مع الماء، تجيبوا الماء تاعكم والزيت اللي خليتوه يغلي، راح نضيفوه بالتدريج على الفرينه. شوفوا البنات استعملوا نتوما الملعقه خشبيه احسن وخلطوا، يعني راهي تتلم لكم العجينه بكل سهوله. كما راكم تشاهدوا البنات، يعني العجينه تاعي راهي تتلم حتى تحصلوا على هذه العجينه وعلى هذا القوام. شوفوا تقدروا تستعملوا بيديكم باسكو راهي شويه بردت. هنا البنات راهي ما بردتش كامل، يعني بردت غير شويه، يعني نقدر نستعمل يدي. شوفوا يعني غادي نقول القوام اللي تحصلت عليه، هذه هي القوام اللي تحصلوا عليه، يعني ما يجيش فيه يعني كتل ولا. انا هنا رايحه نضيف لها البيض. يعني هنا البنات يعني البيض كي تضيفوه ما تقدوش يعني تضيفوه يعني والعجينه راهي سخونه. شوفوا ميم يعني راهي سخونه بزاف. هنا راح نستعمل بلون دو طرافاي، قلت يعني نستعمل بلون دو طرافاي نبردها شويه باه تبرد العجينه شوي، وبها نضيف 2 بيضات. لاحظوا البنات هنايا كون تضيفوا يعني البيض رايح البيضه تاعكم يطيب معاكم. هنا لازم يعني تخليوها تبرد شويه في بلون دو طرافاي ولا غير تبرد لكم. رايحه نضيف 2 بيضات. هنا حلوا العجينه تاعكم باه تضيفوا البيض، يعني تحطوا البيض تاعكم فوق العجينه، هذه البيضه الاولى ونضيفوا البيضه الثانيه. شوفوا البنات هنايا استعملت الكوبات، من بعد وليت قلت نستعمل يدي افضل باه ندخل البيض في العجينه، باه يدخل لي البيض مليح في العجينه. هنا راهي تتلاصق في يدي بصح راح تتلم معاكم العجينه. خلطوا مليح باه يدخل البيض في العجينه كما راكم تشاهدوا.
وتقدروا ديروها كمشروع لشهر رمضان الفضيل. هذه الكمية راح تطيح لكم كمية كبيرة، وإذا ضاعفتوا الكمية راح تطيح لكم أكثر. هنا البنات راح نقسمها على 3، تقدروا تخدموها وما تعبكمش. ملاحظة البنات، هنايا أنا جبت كيس بلاستيكي، تقدروا يعني تبوشيو في الكيس الحلواني. يعني بالنسبة للكيس الحلواني جيبوا نتوما تاع الكتان باه ما يحرقكمش. كون تجيبوا تاع بلاستيك راكم رايحين تتغبنوا به. هنا جبت اللادوي هذي، من بعد ندخل الكيس بلاستيكي في الكيس الحلواني، يعني بتسهل لي العملية القلي. ملاحظة البنات، هنايا لازم يكون الزيت تاعكم راهو سخون، يعني سخنتوه مسبقا بدرجة عالية، ومن بعد بوشيو لزلابية البنان. ما راكم تشاهدوا البنات، يعني هذه الوصفة راهي سهلة، تقدروا ديروها كمشروع. يعني ديروا العجينة تاعكم مباشرة رايحين تقليو. هنايا البنات يعني كي تقليوهم حركوهم حتى ياخذ لكم هذا اللون، من بعد مباشرة حطوهم في العسيلة. كما قلت لكم العسيلة راهي تكون باردة، ميم العسيلة راهي صنع منزلي وناجحة 100%، وراهي ما تتسكرش. راح نخلي لكم الرابط في أول تعليق. اللي حابة دير هذه زلابية البنان رايحة دير معاها أيضا العسيلة، راح نخلي لكم كما قلت لكم في الرابط في أول تعليق. بنات راني وصلت تقريبا نهاية الفيديو، نقول لكم كملوا معايا الفيديو للآخر باه تشوفوا القوام تاع زلابية البنان اللي تحصلت عليها. هنا البنات راح نعسلها مليح، يعني انايا راني درتها في العسل مسبقا وزدت لها العسل. هنايا راح نستقطرها مليح. هنا البنات اللي عندها يعني جلجلانيه تقدر تزينها بالجلجلانيه، واللي عندها يعني كاوكاو يعني يكون محمص ومرحي رقيق تقدر دير الكاوكاو محمص رقيق. يعني هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، زلابية البنان سهله وجات تقرمش ناجحه، تقدروا ديروها كمشروع. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وصفتنا تاع نهار اليوم وتجربوها، وما تبخلوش عليا بجمال لا فيديو ورايكم في الكومنتير. واللي دخلوا جدد لقناتي نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي. ما عليا نقول لكم نخليكم على خير الى وصفة اخرى. سلام.